السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، وده قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض السوسيس او الهوت دوج. السوسيس يا جماعة من الاكلات اللي الولاد كلهم بيحبوها وسعرها غالي بره. عايزة اقولك النهاردة ان شاء الله هنعملها بربع التمن، وفي نفس الوقت هتاكلي حاجة نظيفة معمولة على ايديكي وعارفة جواها ايه. دلوقتي بقى هقطعه كده قدامكم واوريكم قد ايه هو متماسك، وفي نفس الوقت في المرحله دي بيكون مستوي كويس جدا جدا. حابه تاكليه كده على طول في السندوتشات زي ما انت حابه تعملي كده في شويه سمنه برضه زي ما انت حابه. وطبعا كلنا عارفين الهوت دوج او السوسيس ليه كذا استخدام. تقدري تستخدميه كده على وش البيتزا وتسويه معاها، بيطلع جميل جدا جدا. وممكن تقطعيه كده لشرايح طوليه وبعد كده تقطعيه مكعبات وتقع على البيض، بيبقى جميل جدا جدا. وممكن برضه ان انت تحطيه كده مع البصل والطماطم وتقلبيهم كده مع شويه سمنه. دلوقتي بقى تعالوا نقلبهم كده مع شوية سمنة علشان نشوف قد ايه هو متماسك، مش بيجرى له اي حاجة خالص، زي الجاهز بالظبط واحسن كمان. شايفين؟ دلوقتي بقى لو انت حابة تاكليه كده في السندوتشات على طول زي ما انت حابة مع شوية كاتشب بقى، يا سلام. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ويلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. واول حاجة معانا في الطريقة النهاردة معانا كده نص كيلو من صدور الفراخ. تقدري تخلي صدر فرخة او تستخدمي صدور الفراخ البانيه زي ما انا مستخدمة النهاردة. انا مستخدمة صدور الفراخ البانيه اللي بتنباع بره جاهزة. جبتها وغسلتها كده في شوية مية وملح، وحطيت كده شوية من الطحينة الحمراء، وده علشان تحوز زفارة الفراخ خالص، والفراخ مش يبقى ليها اي ريحة نهائيا. انا بالنسبه لي بغسلها وبنقعها كده في معلقه صغيره من الطحينه وشويه ملح مع شويه ميه، وبسيبها تتنقع كده حوالي نص ساعه، وبعد كده بروح غسلها بميه نظيفه وبصفيها في المصفى. ركزوا معايا، انا بسيب الفراخ تتصفى كويس جدا جدا في المصفى علشان مش يبقى فيها اي ميه نهائيا، وده علشان الهوت دوج يطلع معاكي متماسك زي ما شفتي كده في اول الفيديو. دلوقتي بقى زي ما انتم ملاحظين انا فضيتها كده في الكبه، وهبتدي اضربها كده كلها على بعضيها مره واحده. انت بقى لو عندك الكبه صغيره اضربيها على كذا مره. اهم حاجه ان انت تنعمي عجينه الفراخ كده وتبقى معاكي عجينه بالشكل ده. بعد ما ضربت الفراخ ونعمتها بالطريقه ديت، هضيف بقى اول حاجه في المكونات. معايا كده حوالي 4 فصوص من الثوم دقيتهم، وده قرن من الفلفل برضو دقيته. اهم حاجه ان انت تدقيهم دقه ناعمه كده قبل ما تضيفيهم على الفراخ. تعالوا بقى نشوف التوابل اللي هنحطها على الفراخ اللي هتخليه زي بتاع المصانع بالظبط. معايا كده معلقه صغيره مليانه من الثوم البودر، ومعلقه صغيره مليانه من البصل البودر، ومعلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره مليانه من البابريكا. ومعايا كده ركزوا معايا نص معلقه صغيره من الجنزبيل ونص معلقه صغيره من الملح، وما تكتروش الملح عن نص معلقه، وده علشان احنا هنستخدم مرقه دجاج، ومرقه الدجاج يا جماعه عليها ملح، فما تكتروش في الملح اكتر من كده، هي ان شاء الله هيطلع ملحها مظبوط. شايفين؟ انا هستخدم مكعب مرقه دجاج واحد بس كده، بس هفركه قبل ما استخدمه، وده علشان ينعم معايا قبل ما اضيفه على الفراخ. وحابه اقول لكم التوابل اللي احنا حطيناها ديت مع مرقه الدجاج هيطلعوا زي بتاع المصانع بالظبط. بعد كده بقى هضيف ايه؟ هضيف كده بيضتين، زي ما انتم ملاحظين كده بيضتين متوسطين، ما يكونش كبار قوي ولا صغيرين قوي. انا مستخدمه البيض الاحمر العادي، حابه تستخدمي بيض بلدي زي ما انت حابه. بعد كده بقى هضيف ايه؟ هضيف كده 3 معالق كبار من النشا او الكورن فلاور او المايزينا. النشا العادي اللي احنا بنحطه على الرز بلبن او المهلبيه. هحط كده 3 معالق كبار مليانين بشكل هرمي. وما تحاوليش تخلي الفراخ فيها ميه علشان مش تستخدمي كميه نشا اكتر من كده. لو انت مصفيه الفراخ كويس جدا جدا مش هتحتاجي الا 3 معالق كبار نشا. بعد كده بقى هضيف ايه؟ هضيف كده نص معلقه صغيره من البيكنج باودر او خميره الحلويات. والبيكنج باودر هنا هيخليه طالع معاكي كده خفيف ومش مكتوم من جوه. بعد كده بقى هضيف اضافه، حابين تضيفوها ضيفوها، مش حابين خلاص. هضيف كده 4 نقط كده من الجيل الغذائي اللي لونه احمر علشان يطلع زي الجاهز بالظبط او نفس لون الجاهز. مش حابه تضيفي لون الجيل الغذائي زي ما انت حابه. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين هضرب بقى كل المكونات كده مع بعضيها تاني. وزي ما قلت لكم كده انتوا لو مصفين الفراخ كويس جدا جدا مش هتحتاجي الا 3 معالق كبار من النشا. طب افرض انت بعد ما عملت الخليط لقيتي العجينه سايبه كده ومش لما معاكي، هتعملي ساعتها؟ هتزودي معلقه واتنين من النشا كمان. بس طبعا يستحسن ان انت ما تضيفيش نشا كتير علشان ما تنشفش معاكي بزياده بعد التسويه. فالافضل ان انت تصفي الفراخ واديها فرصه كده تتصفى كويس، ان شاء الله ساعتين 3 في التلاجة، بحيث ان انت تتاكدي ان الفراخ مش فيها اي ميه نهائيا، وبالتالي مش هتحتاجي ان انت تكتري النشا ساعتها.
وبعد ما ضربت بقى كل المكونات كده مع بعضيها، جبت بقى طبق زي ما انتوا شايفين كده فاضي، ودهنته دهنه كده من الزيت. وبرده المعلقه اللي بنزل بقى الخليط بدهنها كده بالزيت، وده علشان الخليط ينزل معايا وما يلزقش معايا في المرحله دي. وعلشان لما اجي اشكله برده ما يلزقش معايا، هعمل ايه؟ هضيف كده معلقتين كبار من الزيت. بعد كده بقى همسك الخليط ده كده كله وهعجنه كده بالزيت. هاجي بقى امسكه كده مش هلاقيه بيلزق في ايديا خالص. دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ لو انت عندك الجو حر، سيب الخليط ده كده شويه في التلاجة يشمع معاكي الاول، بحيث ان هو يبقى متماسك معاكي اكتر ومش يضايقك خالص. حطيه كده حوالي نص ساعه في التلاجة او ربع ساعه في الفريزر. وبعد ما حطيته كده حوالي نص ساعه في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي بقى اجيب صينيه. الصينيه دي مقاس 28، هدهنها كده دهنه من الزيت وهركنها على جنب، وده علشان احط فيها الهوت دوج او تبقى جاهزه معايا. وهبتدي بقى اجهز السطح اللي انا هشكل عليه. انا بالنسبه لي هستخدم المقطع الخشبي دوت وهشكل عليه النهارده. انت بالنسبه لك تقدري تستخدمي الرخام عادي جدا. دلوقتي بقى هدهن السطح اللي انا هفرد عليه او هشكل عليه دهنه كده من الزيت، وهحط عليه كيس بلاستيك. طيب انا بدهن البلانشه او المقطع الخشبي دهنه من الزيت ليه؟ علشان خاطر الكيس البلاستيك يتحرك معايا كده بمنتهى السهوله، وفي نفس الوقت يبقى ثابت كده وما يتحركش بسرعه. دلوقتي بقى انا شكلت العجينه كده على شكل صباع الاول كده بين ايديا، وبعد كده بروح تاني عليها الكيس تانية، وبظهر السكينه بقى بضغط العجينه بتاعه الفراخ، وبالايد التانية بشد الكيسه. طبعا النص الكيسه التحتاني ثابت زي ما هو، انا بشد الجزء اللي انا تنيته. شايفين؟ طبعا انا هعمل كذا واحده قدامكم علشان اللي ما شافش الطريقه اول مره او ما خدش باله منها يشوف في المره اللي بعدها. ركزوا معايا. بعد ما عملتها كده على شكل صباع، هبتدي بقى اتني على طرف الكيس. شايفين؟ بالطريقه دي. هاجي بقى بظهر السكينه واروح ترساها كده على العجينه واضغط. طول ما انا بضغط كده زي ما انتوا شايفين العجينه بتتفرد معايا كده وبتتشكل على شكل صباع، وفي نفس الوقت برضو انا بشد الكيس من الناحيه التانية. طبعا كده بيزود معايا قوه الضغط، والصباع بيطلع معايا ملفوف كويس جدا جدا ومضغوط كويس، بالتالي عمره ما هيحصل له اي حاجه اثناء التسويه. شايفين؟ هضغط كده كويس. طبعا انت بقى حابه ترفعي الصباع رفعيه، حابه تخنيه زي ما انت حابه، بس الصراحه انا شايف الحجم ده مناسب جدا جدا. دلوقتي بقى انا هشكل الكميه كلها كده وارجع لكم تاني. عايزه اقول لكم طريقه التشكيل مش هتاخد معاكم 10 دقايق بالظبط. شايفين الصباع بيطلع معايا كده بمنتهى السهوله من الكيس البلاستيك، وفي نفس الوقت بيطلع شكله حلو كده ومبروم ومضغوط كويس جدا جدا. دلوقتي بعد ما شكلت الكميه كلها كده زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى ادهن ايديا كده دهنه من الزيت، وابتدي بقى امسكهم كده واحاول ان انا احط عليهم كلهم زيت، وده علشان خاطر ما يلزقوش في بعض اثناء التسويه. اتحركوا راحوا ايجوا على بعض اثناء التسويه، مش يلزقوا ببعض ولا يجرى لهم اي حاجه. بعد ما دهنت الجوانب كده كلها كده زي ما انتم شايفين والوش بتاع الهوت دوج، هبتدي بقى اغطي الصينيه كده والفها كده بالستريتش راب او الاكياس الحراريه دي زي ما انتم شايفين كده. حابه تستخدمي الاكياس الحراريه اللي هي بتنباع في السوبر ماركت برضو زي ما انت حابه. اهم حاجه ان انت تغطي الصينيه كده لفتين 3 كده بالستريتش راب. انا هلفها مره كده وارجع برضو الف عليها مره تانية، والف اللفه تحت الصينيه علشان انا اتاكد ان البخار مش يفكها خالص. شايفين؟ هلفها كده برضو كده من تحت الصينيه لفه، وبعد كده هقطع كده. خلاص انا لفيت الصينيه كويس جدا جدا. هكون بقى مجهزه حله ميه على النار بتغلي. اول ما تغلي كده هروح كشفاها، وهبتدي بقى اجيب اي حاجه زي مصفى كده قلبها او طبق او حله الومنيوم. اهم حاجه ترفع لي الصينيه عن النار. شايفين؟ وفي نفس الوقت برضو الصينيه تبقى طايله البخار. ممكن تجيبي حله عادي جدا او طبق زي ده كده وتقلبيه في الميه وتحط عليه الصينيه. اهم حاجه ان الصينيه تبقى مرفوعه عن الميه ومش تبقى طايله الميه خالص. شايفين؟ انا استخدمت القاعده دي النهارده كده وحطيتها في الحله، بحيث ان هي تبقى ايه معديه للبخار وفي نفس الوقت ساندة الصينيه وبعدها عن الميه. بعد كده بقى هغطي الحله كده بفوطه، وبعد كده احط عليها الغطا وارفع بقى اطراف الفوطه دي على الغطا من فوق. هروح بقى رافعها على النار على نار متوسطه. اهم حاجه ان انت تحطيها على نار متوسطه، ما تعليش عليها النار، وتسيبيها كده لمده ربع ساعه بالظبط. بعد ربع ساعه هتيجي ترفعي الصينيه، هتلاقيها ما شاء الله بقت متماسكه معاكي كده. تيجي تضغطي عليها هتلاقيها مستويه ومتماسكه. بتروحي بقى مطلعها على طول كده بعد ربع ساعه وفكه الكيس من عليها مباشره. شايفين بقى بنفس الطريقه دي. بعد ما فكيت عليها الكيس طبعا لونها فتح معايا، بس مش تقلقوا خالص، اول ما بتبرد بترجع للونها الاساسي قبل التسويه.
شايفين شكلها عامل ازاي؟ مستويه كويس جدا جدا ومتماسكه. وما تكتروش عليها التسويه اكتر من ربع ساعه علشان ما تنشفش معاكم بزياده وتبقى بنفس القوام اللي كان في الفيديو. شايفين؟ هبتدي بقى هواها كده بره الصينيه شويه، وطبعا هي كل ما البخار بيطلع منها وبتبرد كل ما بترجع للونها الاساسي. شايفين بعد ما بردت شويه كده حوالي 10 دقايق لونها غمق شويه. هسيبها برضو كده حوالي ربع ساعه كده او نص ساعه كمان تبرد براحتها، وفي نفس الوقت علشان نقدر نقطعها. كل ما هتسيبيها كل ما هترجع لك اللون الاولاني قبل التسويه. شايفين؟ رجعت لنفس اللون بعد ما نشفت كده وبردت براحتها. وده لان بخار الميه بيبهت لونها كده شويه. طبعا اول ما بتنشف والبخار بيطلع منها بترجع لنفس اللون بتاعها. فانت ما تزوديش في اللون الاحمر اكتر من كده علشان تبقى معاكي بنفس الدرجه دي. يعني هتحطي كده من 3 نقط ل4 نقط. حطي 3 نقط الاول وجربي، وده علشان ممكن تركيز اللون الاحمر يبقى يختلف من نوع للتاني. دلوقتي بقى شايفين وانا بقطعها عامله ازاي؟ متماسكه كده وجميله وخطيره، احلى من الجاهزه مليون مره. وعايزه اقول لكم والله يا جماعه طالع زي الجاهز بالظبط واحلى كمان. شايفين شكله من جوه عامل ازاي ومتماسك قد ايه؟ لازم تجربوا ان شاء الله وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وشايفين ما شاء الله نص كيلو فراخ طلع معانا كميه حلوه جدا جدا. وزي ما انا قلت لكم كده في اول الفيديو تقدروا تستخدموه استخدامات كتير في السندوتشات بتاعه المدرسه، او تقدروا كده تقطعوه لشرايح كده طوليه وبعد كده مكعبات صغيره وتطقوا على بيض. وممكن برضو تحطوه على وش البيتزا يستوي معاها، بيطلع جميل جدا جدا. وطبعا انا عملت معاكم البيتزا قبل كده بالسوسيس، تقدروا تشوفوا الطريقه. او تحطيه كده بقى في شويه سمنه بلدي كده وتشوحيه وتحطيه في السندوتشات. انا حبيت اعمله معاكم كده في السمنه البلدي علشان اوريكم ان هو ما بيتاثرش في الحراره على البوتاجاز، بيدن قوامه زي ما هو، لا بيتفرفت ولا بيجراله اي حاجه. طبعا هو لما بيستوي على البخار بيبقى جاهز برضو للاكل، تقدري تاكليه عادي جدا جدا. وده كان شكله بعد ما شوحته كده في السمنه. هحطه بقى في السندوتش كده قدامكم وشويه كاتشب، حاجه كده تفتح النفس. يلا بقى جربيه وافتحي نفس الولاد، سواء متخرط كده شرايح او معمول صوابع. تقدري تستخدمي كذا استخدام. بالنسبه بقى للحفظ بتاعه، تقدري بعد ما يستوي كده تروحي حاطاه في اكياس ومخزناه في الفريزر، وقت ما تحتاجي تطلعيه. حابه بقى تحفظيه في التلاجة عادي جدا، هيقعد معاكي لغايه اسبوع، لانه طبعا هو مش عليه مواد حافظه. انما لو عامله كميه كبيره حطي كميه في التلاجة، والكميه الباقيه تقدري تحطيها في الفريزر. شايفين بقى بقسمه نصين كده واقطعه لشرايح طوليه، هيتقطع معايا باي شكل انا حباه. يا ريت بقى كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما يستخسرش فيا اللايك. الفيديو جميل يا جماعه واستاهل لايك، والمقادير مظبوطه جدا جدا. وان شاء الله سيبها لكم تحت في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايه. وبالنسبه بقى لضيوفنا الجداد اللي اول مره يشوفوا القناه وعجبتهم القناه وحابين يشتركوا فيها، اكيد يشرفنا اشتراكهم، بس ما ينسوش يفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلهم اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.